سبحان الله العظيم، خاينين الأوطان لهم قصص كثيرة في نهاية أمرهم. وأنا مار بين ربه والقيرة تذكرت سالفة أحد مهربين المجهولين. طبعا مهرب له مجهولين، فبشرح لكم عن الكارثة اللي حصلت له في هذا الموقع حسب ما وصلني وحسب ما تردد في المجالس ذيك الأيام. طبعا السالفة قديمة كلها فوق 3 سنوات تقريبا. خلكم معي. طبعا هذا الطريق اللي انتم تشاهدون، هذا يتجه إلى إيدماه، خيور، عين قحطان. هذا الطريق بين أبها والرياض. زين، هذه محطة أبو رقطة، مسي عليه بالخير، والله لا يهينا على هذه الخدمات اللي يقدمها لسالكين الطريق. صراحة عبيت منها بنزين ودخلت البقالة، شفت خدمات رائعة، مسي عليه بالخير. سناب جاي. طبعا اللي محمل مجهولين، والله ما أدري كم، أعتقد 12 شخص، وقف عند المحطة وبدأ يعبي بنزين. سبحان الله العظيم، ما أدري منين جاي، هو منا ولا مع الطريق هذا أو متجه وين ما أدري. لكن وهو يعبي بنزين جاء جيب شاص من هنا، ما أدري جاي من نجران أو ما أدري من، المهم بسرعة عالية متجه في حاله، يعني رجال وزوجته معه حسب ما سمعنا. طبعا هو واصل من هنا من عند السيارة ذيك اللي انت تشاهدون، رقد السايق بجيب الشاص، فتعدى الرصيف هذا اللي انت تشاهدون. سبحان الله العظيم، واتجه سيده. طبعا اعتقد الصبات هذه بعد الحادث، اتجه سيده لين ضرب صاحب السكويا اللي محمل مجهولين. كيف تجاوز هذا الخط وانتم مثل ما تشاهدون الزحمة عليه؟ كيف تجاوز السيارات اللي كانت هنا؟ والله أعلم كان في سيارات هنا أو لا، لين ضرب فيها. طبعا شبه انعدمت السكويا. طبعا في إصابات هناك في المجهولين، والله أعلم أنه جاء فيهم وفيات. يعني ذيك الأيام صار الحادث هذا حديث المجالس. صاحب الشاص حسب ما وصلنا ذيك الأيام يقول إنه جاء فيه إصابات هو ويا الحرمة اللي معه، لكن إنهم حيين، يعني إصابات، والظاهر إنهم سلموا، يعني ما جاء فيهم شيء. سبحان الله العظيم. شوفوا كيف النهاية. صاحب سكويا ما أدري عن المعلومات اللي عنه، يعني هو مات وحي، هو ما أدري عنه. لكن الزبدة كيف صار الحادث هذا، كيف الله ضحى، كيف الله سلط عليه. الله أكبر. يعني نجا من الدوريات وغيرها، لكن ما نجا من قدرة الله.